واللي يعمل بيتي فور زينا نقول له يا عمنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجه الوحيده اللي بحبها اكتر من الكحك هي البيتي فور. هتصدقيني بقى لو قلت لك ان كل الكميه دي بسم الله ما شاء الله بكيلو واحد من الدقيق؟ ايوه، بكيلو واحد من الدقيق هنعمل مع بعض 2 كيلو ونص من البيتي فور. ومش اي بيتي فور، ده البيتي فور الناعمه الدايبه. لو اول مره تدخلي المطبخ هقولك على المقادير المظبوطه جدا عشان تعملي احلى بيتي فور ممكن تاكليه في حياتك. قبل اي حاجه هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. اول حاجه هستعين بالمساعد الشخصي بتاعي صديقي الصدوق، وهو عجان رافال. طبعا شفتوه قبل كده معايا مره واثنين وثلاثه، وشفتوا ما شاء الله عليه هو بينجزني قد ايه بجد. يعني ده العجان السحري. طبعا هما بيقولوا عليه ان هو 3 في 1، لكن انا قصيره بقول عليه ده 200 في 1. ويلا بقى على البيتي فور. اول حاجه هنحتاج ل 800 جرام من الزبده بدرجه حراره التلاجة. طب يا ساره انا ما عنديش ميزان، اعمل ايه؟ ولا يهمك يا ست الكل. هنحتاج ل 3 كوبايات ونص من الزبده بدرجه حراره التلاجة. بلاش درجه حراره المطبخ، لان المطبخ دلوقتي خلاص الجو بقى حر، فبالتالي الحاجه هتسيح. انا عايزه الزبده بدرجه حراره التلاجة. هسيبها في العجان 3 4 دقايق تفك بس كده وتدوب شويه، وبعدين هضيف لها السكر البودره. هنضيف 320 جرام من السكر البودره، واللي ما عندهاش ميزان هنحتاج لكوبايتين الا ربع من السكر البودره. وهنسيب بقى الزبده مع السكر البودره 3 4 دقايق يتضربوا كويس قوي مع بعض لحد ما يكونوا قوام كريمي يجنن. باي زيت اللي عندك بتجيبي الجوانب كده كويس جدا علشان تتاكدي ان مفيش اي تكتلات اتكونت هنا ولا هنا من السكر البودره. ونرجع نضرب كمان دقيقتين 3 هيتكون معاكي القوام الكريمي الفظيع ده. هو ده اللي احنا طبعا عجان رافال غني عن التعريف، يعني مش محتاجه اقول اني بنصح بيه. العجان يا جماعه 2200 واط ومعاه ضمان 3 سنوات. ونرجع بقى للبيتي فور. هنضيف بيضه، لكن انا ضحكوا عليا ونزلوا مع بعض. هنحتاج حبتين كاملين من البيض واتنين صفار بيضتين. تاني حبتين 2 من البيض واتنين صفار بيضه. بصي المفروض بتنزلي بيضه تختفي، تنزلي التانية تختفي، تنزلي الصفار يختفي، تنزلي بالصفار ويختفي. وبعدين هنحتاج لمعلقه كبيره من الفانيليا. هنسيبهم بقى مع بعض يتضربوا تقريبا 3 4 دقايق. وفي التوقيت ده هنكون بنحضر المواد الجافه. كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات لازم ننخله، وربع معلقه صغيره من الملح، وثلاث معالق كبار من اللبن البودره ولازم تنخليه. وده من اهم نجاح اسرار البيتي فور، انك تضيفي لبن بودر وكمان تنخليه. وكمان مهم قوي انك تنخلي الدقيق. احنا مش بنستخدم ماده رافعه، يعني ولا هنستخدم بيكنج باودر ولا هنستخدم اي حاجه، فلازم تنخلي الدقيق علشان البيتي فور يكون معاكي هش. هنقلبهم كويس قوي مع بعض وبعدين هنضيفهم في العجان. وخلي بالك لفتين 3 الدقيق يختفي وكده خلاص. لو اتعجن بزياده هيعمل معاكي عرق. العرق ده بيكون ان الجلوتين اللي في الدقيق طلع، فهينشف معاكي البيتي فور وهيخليه بسكوت. هاخد نص كميه العجينه عشان تكون بالفانيليا، والنص التاني هضيف له معلقه كبيره من السمنه على معلقه كبيره من الكاكاو الخام. وزي ما انت شايفه لازم الكاكاو الخام يتنخل، وهقلب السمنه مع الكاكاو الخام كويس مع بعض، وبعدين هضيفهم للعجين لفه برده واحده بس في العجان. زي ما قلت لك ده مهم جدا عشان البيتي فور ما يتحولش لبسكوت. وهتلاقي خلاص الكاكاو داب جوه العجينه وبقى بالشكل الجميل ده. تقدري تخليه كله كده شوكولاته، وتقدري تضيفي نقطتين 3 كده من اللون الاحمر، ده لون من الوان الطعام الصحيه. وكده هتكوني عملتي ريد فيلفت، يعني هيكون معاكي فانيليا وشوكولاته وكمان ريد فيلفت. بصي بقى لو هتشتغلي القمع العادي كيس الحلواني على طول هتشتغلي، لكن لو هتشتغلي زي كده بمكنه البيتي فور هتدخلي العجينه دي التلاجة 10 دقايق وهتبتدي تشتغلي. وعلشان نحافظ على رسمه البيتي فور كويس جدا دخليها التلاجة 10 دقايق قبل ما تسويها. يا جماعه انا بقولك على كل النقط اللي ممكن تقع منك. البيتي فور انا قلتلك على مقاديره مظبوطه جدا جدا، ومراحل التسويه دي مهم جدا. لازم يا جماعه البيتي فوره تدخل التلاجة 10 دقايق قبل ما ندخلها الفرن. اعملي بقى الاشكال اللي انت عايزاها بمكنه البيتي فور او بالقمع اللي انت عاوزاه. انا بحب الشكل ده قوي، بيكون لطيف جدا جدا. بصوا هدخلها بقى التلاجة 10 دقايق وبعدين هدخلها على الفرن. بصوا كمان شكل القلب ده بيكون حلو قوي، لكن انا كساره اكتر شكل بحبه النجمه. عملت لكم كمان كام واحده برده كده بالقمع عشان برده تشوفوهم، لكن زي ما قلت لكم انا بفضل جدا بيتي فور المكنه، بحب شكله قوي. بصي هنا بقى لو انت حابه كمان ما تزينيش ولا بقى مربى ولا شوكولاته ولا اي حاجه، جزء من العجينه اللي بالشوكولاته واعملي الكور دي. بصي يتزين منه فيه. نسيت اقول لك انك كمان ممكن تعملي بيتي فور الماربل، زي ما انت شفتوا شويه عجينه بالشوكولاته شويه عجينه بالفانيليا ومع بعض في نفس القمع وشكلي. انا بموت كمان في الشكل ده، حلو قوي بيكون فظيع ورهيب وتزيينه يجنن. شايفين يا جماعه؟ شايفين الريد فيلفت؟ يا نهار ابيض على الحلاوه بجد. شويه بيتي فور ملهمش حل. ما هو انت ركزي معايا كده، كيلو من الدقيق 800 جرام زبده
و320 سكر بودره، بتتكلمي دلوقتي في 2 كيلو وشويه. غير بقى التزيين، مربى بقى الفراوله والشوكليت وكل الحاجات دي. بصوا التزيين بقى انا بصراحه بدعت، طلعت المهندسه اللي جوايا. شوكولاته بيضه دوبتها في الميكرويف 30 ثانيه وسيحتها 30 ثانيه ودوبتها، وحطيت لها لون طعام مخصص للشوكولاته، فبتبقى معاكي بالشكل ده. التسويه بقى لازم الفرن يكون على درجه حراره 180. بتدخلي الصاج بيقعد معاكي من 12 لربع ساعه وبس كده. من 12 دقيقه لربع ساعه بتطلعيه، ما بتحركوهوش من مكانه تماما لحد ما يبرد، وبعدين بتبتدي تزينيه. بصي بقى، دي مكسرات كده جرشاها، بصوا الجمال. عايزه اقول لك يجنن. بالنسبه للمربى لازم تكون مربى مشمش، مربى الفراوله او التين ما بتكونش موافقه تماما. استخدمي مربى المشمش والشوكولاته، وبصراحه مربى المشمش احلى من الشوكولاته، ما تقوليش ازاي. انا جربت كل حاجه، وبرغم اني ما بحبش مربى المشمش لوحدها، لكن مع البيتي فور والبسكوت فظيعه، وكمان في لانكشاير بتكون تجنن جدا. دخلت البيتي فور التلاجة علشان اقدمه لكم، وفي التوقيت ده قلت اجهز شويه حاجات لفطار تاني يوم. فرمت شويه لحمه. ايه رايكم بقى؟ شايفين ما شاء الله الله اكبر العجان السحري يا جماعه، والله العظيم سحري، بيفرم اللحمه ما شاء الله الله اكبر زي الاكسبريس. وبصوا بقى كمان على الكريمه، يعني في نفس الوقت بيعجن وفي نفس الوقت بيفرم وفي نفس الوقت كمان عملت شويه عصاير تجنن. كل ده في العجان السحري يا جماعه، انا بنصح بيه من كل قلبي، بجد احلى عجان ممكن تجربيه. مش بقول لكم عجان سحري، انا بموت في عجان رافال. بصوا بقى عملنا مع بعض البيتي فور، احلى بيتي فور للعيد. جربوا البيتي فور السنه دي على طريقتي وبجد هتدعوا لي. ويا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والى اللقاء في وصفات جايه كتير قوي ان شاء الله. وكنتم مع ساره سمير.